نحطها فين؟ نحطها فين غير الدولاب يعني؟ مش لاقي السبت اصلا. تعلق الهدوم الوسخه هنا وانا قلت لك هنسحبهم نغسلهم. والله ما بتغسليهم. بالعكس لما بنحطهم جوه الدولاب بيتغسلوا مش عارف ازاي. نيجي نشمهم تاني يوم. الدولاب عندنا تلاقوا فيه لبس وسخ اكتر من نظيف. انا مش عارفه اللبس النظيف نلاقوه امتى. طيب شبه دنيا حر. كحكه نزلت في جفاي. شعر نزل في جفاي. مش ناويه تعملي عمره يا ام ابراهيم؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا ولاد، ان شاء الله احنا وانتوا. اكلتي ايه النهارده؟ كلنا فاصوليا. لوبيا. والله الواحد عايز يسافر يا ولاد، يسافر يروح يقعد في بلد هناك يغير جو. يغير جو. نفسي والله نفسي نغير جو ونركب الطيارة. وانا هنيجي طب معاكم عاملة كده معاك. وانت هتاخديني معاكي. اكيد يا براهون لما غير. هل عندك جرأة تركبي الطياره؟ لا ما عنديش، بس هنركب معاك نتوكل على انا الله عادي. ونقول توكلت عليك يا رب ونركب الطيارة. يا سلام، والله ركب الطيارة احسن مني يعني والله. وهناخد ابويا معايا. لا انت مش هتيجي معانا اصلا. لا هنيجي. هنسيبوك عند ابوك ونروح بقى. خلاص يا نهار اسود، سيب التليفون. كان في جملة على الصعب. اسم الاغنيه كان ايه؟ كان بتاعت تامر حسني. يا انا يا ما فيش اصلا. لا مش انا يا مفيش. كان بيقول عمري ابتدى. يا ليالي ليلة والله مش عارف. عمري ابتدى. عمري ابتدى. اكتبوا يا ليالي ليلة. اكتبوا عمري ابتدى يا جدعان. أول كلمة قالها عمري ابتدى من الليلة دي وياه، صح كده؟ ومفيش أمل في الحياة. أيوة والله الكلمة الوحيدة اللي صدق فيها. روح شوف الاغنيه دي ليها ذكريات معانا، خلي بالك. علي يا مسلم عشان يجيب شوية. دي قديمة قوي خلي بالك الأغنية دي. خد نفس يا مسلم. علي بتاع التكييف شوية، علي المكيف شوية. هو في الصالة هيسمع لهنا. واحد نفسه راح. عايزين نجيب مكيف جت في في العلامة الأوضة. الحمراء خلي بالك. أحلى حاجة إن الأوضة تبقى فيها مكيف، أحلى حاجة. جت في العلامة الحمراء. هي يا جدعان حطيت لكم البتاعه دي عشان التعليقات تبقى واضحه يعني. ماشي. حطها لكم. حلو يا ام ابراهيم، منين الاسدال ده؟ والله شفتوا جميل ولونه حلو ازاي حرموزي. تدوا له كام الاسدال ده يا جدعان؟ وقماشته ميه يا ولاد، ميه خفيف. ميه والله. جايين هديه 300. يا نهار اسود. 300. في حاجه ب 300 دلوقتي؟ ليه جايباه من على الفرش؟ 1000. مليون من 10. نقصوا 100 من الآن. بص نشغل لك اليسا. شغال. ايوه ب 900. صح. مفيش أغنية حماسية تشغليها كملانة بالألحان فيها خلطبيطة من ثانية يا مال الشمس الشمس ومال هتسلقه الحكاية دي. يعني هتفضل حضناه في الضلمه عشان الشمس لو طلعت عشان الناس هتصحهم يعني. هتشوف. الناس هتشوف. اليوم حاطين بعض في الجنينة ولا مش تقصد كده يا ولاد؟ ولا ايه؟ بس هما- استني بيبقى في ناس في الضلمة برضه. بس لا هم يا اكيد واقفين في بعدين حتة عليهم بقى في الخارج. شجر ولا حاجة. يا ولاد تلاقوا واحده متجوزه
تحب حبيبها بالطريقه اللي اليسا بتقولها دي. بتوصف وصف. يعني الوصف ده للناس اللي هي قال حبيبه بس اللي هم واحد يبقى بعيد عنك تحبيه، لكن اول ما تتجوزيه خلاص. وده الكلام ده يعني. احضان وكلام من ده ونبات لحد الصبح في مش عارف ايه تشم في ريحه شراب والحاجات دي. على النعمه بيكسبوا السرير. ساعه ما تلقح قدامها على السرير تسيب السرير وتطلع تنام في الصاله. ولا احضان ولا بوس ولا ريحته حتى تجرب من مناخيرها. والله يا حبيبي مش ده في حد ذاته مفاجئ. طول ما هو بعيد تفضل تهاب. اكيد اليسا استنى يا ليل واستنى يا شمس. اكيد اليسا هنا بتغني لحبيبها مش لجوزها. ملحوظه يا جدعان. ايوه. وبعدين بصراحه ربنا خساره اي واحده تسمع اغنيه بالمنظر ده عشان جوزي. قال استنى يا ليل واستنى حبيبي شويه. حبيبي وبتاع الفصيه يا بنت وجعي من على السرير. يا ستي خلاص سيبيهم بقى وسيب الناس تحب بعض. ايوه يا بنت تحب جوزك ولا تعملي انا الليله دي بالذات هي اللي ما اعرفش. يقول لك قراءة فضا بقى. طب انتوا هتفضلوا حاضنين بعض هتعرجوا كده. الدنيا حر. دي ماسكه فيه مش عايزه الشمس لو تطلع. لا استنى انت عايزه تفضل من الساعة 7 بالليل لحد الشمس ما تطلع حضناها. شوف المدة. لا ده كده يبقى حب جامد. ده كده يتخانق منها كده. انتوا عارفين يا جماعه ان الراجل ما يحبش الست اللي تلزق له زي النسبه بالكلام اللي هي بتقوله. يعني حساب ضاقن على طول. لو ده اللي تعمل معاه اللي هي لو واحده مثلا طبقت الكلام بتاع اليسا دي مع حبيبها او مع جوزها قسما بالله هيسيبها ويخلع. هتبقى بضم بالنسبه له. هيهرب منه يروح يقعد مع اصحابه. هيزهق ليه؟ هيحس بتلزيق بقى. فاضيه. اللي هو انت بتعملي كده ده التلزيق ده. الراجل ما يحبش التلزيق الجامد ده. الصبح يا ليل ومش عارفه ايه. وعلى فكره لو اتلزقتي على فكره هنقول لكم معلومه. ام ابراهيم تعرف ناس عملوا ونفذوا الحكايه دي وجوازتهم سابتهم اتجوزت عليهم. والله حصل ولا لا؟ حقيقي. انت تعرفي كانت حكيها لنا على كذا حد كده. حقيقي والله. فما تنفذوش الكلام بتاع اليسا خالص. لو لزقتي له انسي هيطير منك. والوليه كانت بتعمل زي اليسا كده. فاكره. وعلى فكره الوليه قطط في شعرها. الوليه كانت جايه على فكره تحكي المشكله لام ابراهيم. يعني هي كانت جايه مخصوص تحكي لنا المشكله. ايه والله سابها وفلك. ام ابراهيم قالت لها بلاش التلزيق الجامد ده وقلت تاني نصحتها وما رضتش تسمع الكلام. والله بتعمل له كل يوم عروسه. فانتوا خدوا بالكم من يوم ما اتجوزته. واللي مش مصدق يجرب يعمل زي اللي في الاغنيه كده الصبح يا ليل ويغني كمان. لو عايز. بتاعت اليسا وسعد مجرد حلوه على فكره. احسن واحد من السعد الصغير. كويس انك قلتي المجرد نحسبك هتقولي الصغير. قلت بقى كنت هنقول بلاش. اصل الشعب ايه اللي هيجيبوا لاليسا؟ ايوه الصغير ليه اغاني جميل. ايوه. يلا يا مصر يلا يا مصر يلا يا مصر. اللي هو اكبر من الصغير. انت اللي بص انت اللي بتغني دي وواحده بتحبك بقى ماشي يلا. هو بيقول ايه استنى؟ اصبروا يا جدعان عشان من الدم. يلا فارس قدامك فين؟ دمك في الاغنيه عشان نحس نفسي كده بس. حس نفسك ما تحسش يا عم نفسك. ثواني يا جدعان ثواني.
بيقول بغير من عيني ومن شفايفك. استنى يا ابني، غير من شفايفك. شفايفك. بغير من عيني وانا شايفك. وايه؟ لا تبوسيني بوسه من شفايفك. وده اللي وصلت ليه. لو نسمع اسمي بشفايفك نقول لك كرريه، ماشي؟ ركز بقى في الكلام، يلا. غير من عيني وانا شايفك اول حاجه. بس اول مره نسمعها. لا لا، مش كده مش مش كده حافظها. جيب اغنيه حافظها. يا ابني. اسمع تاني. ايه هو كده ده يا باشا؟ هي كده دخل في المية. بغير من عيني وانا شايفك، يلا. بحبك قد ايه؟ يحكوها الناس بعدين. انا مديك الكلمات عشان تاخد تصد على طول. ما حافظ تقريبا الكوبليه التاني. الله كلام حلو. كل الدكتور انت بتبصي هيخسر فيا انا. بتبصي بجرف ليه؟ بالنسبه للاغنيه دي رغم فيها تلزيق جامد ولا لا؟ جامد قوي قوي. عايزك تفضل جنبي ومش على قلبي مال. وارسم لي في ليلك عدسه. ارسم لي. الاغنيه دي كانت طالعه ترند. فاكره انت؟ في ليلك عدسه يعني مش قديمه قوي اصلا. وارسمني في ليلك تفضل جنبي سندي وفارس فارس احلامها مره واحده. قلبي في قربك فارس احلام اهو.